السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. قلوبنا معمرة بالألم، قلوبنا كامل مع أم ريان اللي راها حزينة. آخر الأخبار اللي جبتها لكم تشير أنه عم ريان هو المتهم الأول في هذه الحكاية، ودخلت أمور كثيرة في هذا في وش راه صاري. الشعب ما خلاش الناس يحوسوا، الشعب ما خلاش الكلبة روزا تدخل للمنازل وتحوز صور ما عليهم بالحجارة. وأكثر واحد متهم كما قلت لكم وما حبوش العائلة ما خلتهمش يحوسوا داروا مليح مليح هو عم ريان، لأن الملابس اللي كانت مرمية أكيد واحد رماها، الملابس اللي حطوها عند الباب تاع العائلة تاعو أكيد واحد رماها. علاش عم ريان هو المتهم الأول؟ لأنه كان على باله باللي ريان ويماه راحوا بلاصة بعيدة ويماه ما كانش في المنزل، على بها بالك هدر معاه، بالك قال له ما نش عارفين كيفاش عرف. المهم كان عنده خبر باللي يماه ما كانش في المنزل. يدرى العائلة كيفاش راه يصرى لها. خرجت وحدة في مواقع التواصل الاجتماعي قالت باللي هي تشوف بالبصيرة، معناها عندها تشوف. قالت لهم ريان راه متواجد حتى اليوم وسيتم تهريبه، راحين يهربوه لبلاصة واحدة أخرى باش يديروا كما داروا لهذاك الرئيس واحد العام، داروا له صبيحة العيد. إلا راكم تشفاو ما نقدرش نقول لكم واش داروا له، تفكروا نتوما واش داروا له باش يديروا بها طقوس غريبه. الحاجه هذه راح يقدموه على اساس قربان. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد المراه قالت باللي راه هو موجود في مكان فيه إشارة زرقاء، التاقة تاعو زرقاء أو الباب أزرق أو إشارة على الجدار زرقاء. قلت لكم راني نقول لكم روحوا لهذاك المكان وانتم مازالكم بعاد على هذاك المكان وما حبيتوش تروحوا عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي الآراء، كل واحد كيفاش يقول. كاينين اللي يوهروا فيهم ويقولوا لهم لا لا روحوا منا، لا لا روحوا بعيد، يبعثوهم الأماكن بعيدة باش يخلوهم يقوموا بالجريمة تاعهم في عقلهم. وشكون اللي متواطئ؟ الحاجة اللي خرجت في التيك توك وقالت باللي ريان راه متواجد عندي، هذيك لا صحة لها. هذاك كاش واحد مريض عقليا راح دارها، خاطر لو كان جات صحيحة الشرطة تجبدهم وتعرفوا شكون اللي دار هذه الحاجة في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم احنا قلوبنا راها نار، قلوبنا راها تستنى في الأخبار الجديدة. اليوم عرفة إن شاء الله. هزوا يديكم كامل، هزوا يديكم وادعوا ربي كما تدعوا لوليداتكم. كل واحدة كما تدعي لوليداتها تدعي الريان ربي يرجعوا سالم للأم تاعو. ربي يجازيكم إن شاء الله ويجازي كل واحد. راح نوافيكم بالأخبار اللي نلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو آخر.